طيب لو قلنا بما اننا بقى في السنه الجديده داخله علينا كده أوكي. اهو، مين الابراج اللي هتتجوز السنه دي في إن شاء الله 26؟ الجوزاء، السرطان، القوس، أول 3 على القائمة. اول ثلاثه. ولو منفصلين عندهم رجوع، ولو تعبانين في شيء ما في طاقتهم، كان في خلل في طاقتهم، بإذن رب العالمين طاقتهم حلوة قوي في 2026. اوكي، طب وفي العمل ايه الابراج اللي في هتزدهر العمل جدا؟ قوي الحمل بس الحمل. بعد أول فترة شهرين كده، مش يعني إيه، يهدى شوية العمل. طيب ازاي ندخل السنه الجديده بما انك اتكلمتي عن الطاقه، أوكي. بطاقه بقى حلوه كده تجيب لنا كل خير وسعاده اخرجوا، وهنا؟ نخرج نروح فين؟ اخرجوا أي ما بصي، أول حاجة بنردم على أي حاجة في حياتنا قديمة. امم. أي حاجة زعلتك، أي حاجة وجعتك، ارميها وسيبيها على ربنا. كده كده حقوقك وطاقتك مع الله هتبقى حلوة قوي، وهيجيلك خير طول ما انت جواكي خير. أخش السنة الجديدة إن أنا أبني على نفسي. أنا عايزة هدفي السنة دي إيه؟ أولا دي سنة الحصان الناري، سنة مش هتستنى حد. الحظوظ جايه لكل الناس بس بدرجات متفاوته. ما ينفعش ان انا تجيلي فرصه عمليه واقول لا اصل انا ان شاء الله هتجيلي واحده. طب ما خوض التجربه في الفرصه دي، ممكن تكون خير.